السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فيديو جديد على القناة، الله يعجبكم وتستفيدوا منه. هعرض فيه معاكم الحاجات اللي اشتريتها علشان المطبخ في رمضان، اجدد من النفسية كده ان شاء الله، وكمان يميش رمضان وهقولك انا عملت ايه وتركاتي اللي ان شاء الله باذن الله لو عشت بقالي عمر ناوية اعملها. بس لو اول مرة تشوفي القناة يا ريت تكوني اشتركتي من الزرار اللي تحت الفيديو، فعلتي رمز الجرس علشان دايما يوصلك كل جديد، وعملتي اللايك علشان الفيديو ان شاء الله هيعجبك. كمان انزلي اكتبي لي في التعليقات علشان ارحب بيكي. اخواتي وحبيباتي ما تحرمش منكم ولا من كلامكم الحلو، يا رب دايما يديمكم نعمة في حياتي، وكل سنة وانتم طيبين جميعا في كل بلاد العالم، اللهم امين، وخاصة دولنا العربية. يا رب يحفظنا ويحفظكم جميعا، اللهم امين. بصي تعالي، اول حاجة انا جبت الطاسة دي او الوok دي عبود. طبعا انا مجربة عبود، يعني حاجة حلوة قوي وماركة حلوة. جايباها بكام؟ جايباها ب 800 جنيه، 799 بالظبط. هي مقاس 28. طب انتي جبتيها ليه؟ بصوا، دي الوok اللي كانت عندي. طبعا زي ما انتوا شايفين كده قشرت من هنا ونقرت خالص، وبقت كل حاجة بتلزق فيها، وانا بسيب الولاد هما اللي يتعاملوا مع الحاجة يعني. فطبعا بوظولي هي دي بصراحة عاشت معايا، كنت جايباها بقالها 2-3 سنين. كانت هناك عاملة اللي زي دي عاملة 300 جنيه، يعني 299. طب ما جبتيش تاني زيها ليه؟ بصراحة انا الطقم اللي كنت جايباه ويمكن كنت موريهولكوا يعني وحش جدا جدا. معرفش بقى هل يعني انا اللي اشتريت من مكان ما كانش حلو. انا كنت شاريه الطقم من رنين، طقم حلل من نفس الماركه تروفيل، ما استحملش معايا. يمكن انا عايزه اقول لكم ان انا كنت شاريه بالتقسيط، انا لسه بدفع قسطه، هو باظ وانا لسه بدفع القسط بتاعه، وما كنتش مقسطاه على وقت طويل، انا كنت مقسطاه على 10 شهور بس. فلكم ان تتخيلوا ان انا ما قبل ما قسطه يخلص هو كان باظ، فطبعا هجيب تاني ازاي منه؟ فجبت بقى دي، لان دي انا مجرباه، عبود ماركته وماركته حلوه قوي، والجرانيت اللي فيه حلو. فانا جايباه كده عشان مثلا لو بسخن حاجه، لو بنعمل الشاورما، لو بعمل يعني. بصوا انا بستخدم الوok دي في حاجات كتيره قوي، فان شاء الله تبقى حلوه هي كمان. يعني انا كنت عايزه اجيب مقاس اصغر من كده شويه، ما لقيتش. ده مقاس 28، ما لقيتش منه غير يعني الوok، ما لقيتش غير المقاس ده. دي كان مقاسها تقريبا 26. بصوا هي ماركتها راحت خالص يعني، بس هي دي اصغر، فدي تقريبا كانت 26 او حاجه كده، لكن دي 28 ودي باظت خالص خالص. ف انا فكرت ان انا اوديهم حد يطليهم من جوه او يعمل كده، بس يعني لما دورت على النت لقيت ان الموضوع فاشل ومش بيجدي، فعشان كده جبت دي. جبت كمان حاجات تانية لسه هتشوفوها معايا، هسيبها لكم في الفيديو برضو، طباق وحاجات، وهقول لكم انا جايباها منين. بس الاول هقول لكم انا هعمل ايه بالنسبه لرمضان ويميش رمضان. طيب اول حاجه انا رحت يعني لسه شاريه الحاجه، بس واضح ان العلب ما كانتش ناشفه عندهم ولا ايه، فهفضيه بقى في علبه تانية عشان ما يبص مني. طيب انا كنت جبت رحت فتح الله. بصراحه يعني حسيت ان الحاجات اللي عنده حاجات السنه اللي فاتت، يعني لكم ان تتخيلوا ان مثلا قرص التين انا لقيته انتاج مش 24، انتاج 23. قمر الدين بالعافيه انا جبته، هوريكم انتاجه وندمت ان انا جبته. جبته ماركه 3M، يعني انا ما لقيتهوش في بيت الجمله هنا في الورديان، ما لقيتش الماركه دي حاليا. وانا بحبها، وهي يعني سعرها عامل 65 جنيه. انا مجرباها، بس عايزه اقول لكم ان انتاجها تاريخ الانتاج شهر 7/23، يعني مش السنه اللي فاتت، مش 24 كمان، لا ده 7/23. كل المنتجات اللي زي كده المجففه سواء كانت تين او قمر الدين كلها انتاجها قديم جدا في فتح الله. بصراحه كشيت ما رضيتش اجيب من هناك الحاجات دي غير ده للامانه، عشان ما لقيتش الماركه دي موجوده هنا في الورديان. جبت من هنا بقى الاحلام، طبعا انتاجه تاريخ الانتاج شهر 9/24 زي ما انتم شايفين كده. فجبتها، بصوا التين فيها نضيف وحلو ازاي. التانية ما حسيتش ان هي كده الصراحه. ده حوالي 300 جرام، ده عامل 115.
عامل 115. طب يا فوزيه ما جبتيش ارخص من كده ليه؟ بص الحاجات المعلبه بالذات قوي والمقفوله بحب اجيب منها ماركه انا مجرباها، لكن مش بحب اغامر. يعني هدفع ايه مثلا؟ هدفع 95 جنيه. كان في حاجات ب 95 جنيه بس كان وزنها على فكره 250 جرام، اللي هو فتح الله نفسه او روز جاردن. ما حسيتش ان انا يعني ايه عايزه اغامر مثلا عشان ال 15 جنيه دول واجيب حاجه ممكن تبقى من جوه بقى الطبقه التانية دي ما تبقاش حلوه. يعني الطبقه اللي فوق الوش هنا تبقى حلوه، الطبقه دي ما تبقاش حلوه. لكن انا ماركه الاحلام ماركه مجرباها وعارفاها يعني، فعشان كده جبتها. جبت الزبيب ده اللي هو الصغير ده، بصراحه هو حلو. ما رضيتش اجيب من الانواع التانية لان يعني بيقولوا عليها مش حلوه. وزي ما انتوا شايفين كده انا جبت ربع بس. الربع ده عامل 55 جنيه و44 قرش. جبت جوز هند ده وزنه برضو 305 جرام، انا جايبه ب 45 جنيه. بصراحه انا بستخدمه مثلا بنعمل منه كيكه بالجوز الهند، بيبقى طعمها حلو قوي. بدل الدقيق بستخدم جوز هند، فجوز الهند الناعم ده يعني هو تقريبا اللي هم بيقولوا عليه الدقيق. انا اتمنى بس ان هو ما يكونش مخلوط بحاجه تانية ويكون بس هو جوز هند. جبت بقى بلح، جبت كيلو بس. مش عارفه يعني انا هجيب تاني ولا لا، بس ممكن اشتري كمان كيلو. البلح بقى بيت الجمله احسن كتير من البلح في فتح الله، لان زي ما بقول لكم الحاجات في فتح الله يعني لو انت عايزه تشتري ما تستعجليش وتنزلي تشتري. ده جبته دول حوالي 900 جرام. كاتب عليه حاجات غريبه قوي بس هو يعني حوالي 900 جرام. هو كيلو ب 42 جنيه. هو دوت تقريبا اتضرب غلط على المكنه لان انا كنت شايفه سعره 50 جنيه، فهو بكيلو 95 بس هو حاسبه على 39 جنيه للكيلو ومكتوب عليه دقيق ابيض. فانا هروح اشوفه فمش عايزه افتحه لكم. المهم انا هسيبه زي ما هو كده عشان اروح ارجع بيت الجمله تاني اشوف الحساب فيه ايه. ليه بقى مش هجيب بلح اكتر من كده؟ لان انا عندي من السنه اللي فاتت بلح زي ما انتوا شايفين كده. دول 2 كيلو بلح انا كنت جايباهم من السنه اللي فاتت زي ما هما، شلتهم في الفريزر زي ما هما، بيفضلوا زي ما هما طول السنه. ممكن تحطيهم في التلاجة في الفريزر، لما بتطلعيهم بتستخدميهم ما بيجرى لهمش اي حاجه. معلش يا بنات اصلي افتكرت زوجي الله يرحمه، لان تقريبا هو اللي كان بيجيب لنا، ويعني هو تقريبا اللي اصر ان انا انزل اجيب ال2 كيلو دول. الله يرحمه ويسامحه. دي كميه من الكركديه برضو او من العناب كانت عندي، فانا مش هجيب عناب تاني. هي الكميه دي كويسه نعمل منها مرتين 3 ولا حاجه. رمضان السنه دي يعني برضو هجيب ان شاء الله، ناويه اجيب خروب بس لما الاقي حد عنده خروب كويس. يعني ممكن انزل تاني اشوف كده الخروب، هجيب مثلا كيلو خروب ولا حاجه. ورمضان السنه دي يعني اللهم بارك جاي في الشتاء مش في الصيف، فهو محتاج مشروبات سخنة اكتر منه محتاج مشروبات ساقعة. كمان مش عايزة اكتر في المشروبات اللي هي بتحتاج كمية من السكر كتير. انا عندي ما شاء الله كمية من المانجا حلوة، وانا بعمل عصير المانجا من غير سكر. العصاير التانية برضو لو حطيت عليها سكر بحط كمية صغيرة قوي واحيانا ما بحطش. فان شاء الله كده يعدي رمضان علينا بخير. وحاولي تفكري كويس، رمضان جايلك في الصيف في الشتاء زي ما بقولك، هتستبدلي العصاير بالفواكه علشان ما تستهلكش منك سكر كتير، لان برضو عشان ما تحصلش ازمه في السكر زي السنه اللي فاتت وسعره يغلى وهكذا. يعني نمشي حياتنا ونمشي امورنا. دلوقتي بقى هتشوفي معايا الحاجات اللي انا جبتها، الطباق اللي بقولك عليها اللي جبتها بس اسعار حلوه قوي، ان شاء الله تعجبكم وتستفيدوا منها. اول حاجه جبتها جبت سرفيس الاكل ده، انا جبت 3 منهم. جبت الواحد ب40 جنيه. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم عشان ده فيه غلطات. يعني ده فيه كسره من الجنب من هنا، وده زي ما انتوا شايفين كده فيه كسره من الجنب من هنا، والتالت برضه هوريكم الغلطه اللي فيه. طبعا دول كلهم فتحي محمود، هما بس على فكره معفرين لان انا لسه جاي يعني ما غسلتهمش ولا اي حاجه. انا قلت اصورهم معاكم الاول. دول كده الواحد عامل 40 جنيه، يعني الثلاثه دول ب120 جنيه. طبعا ده سعره اصلا
معدي يعني، ده سعره فوق 250 جنيه الواحد او 150 جنيه بس عشان الغلطة دي. فالغلطة دي خلته ينزل في السعر شوية. الغلطات اللي فيه في الطروف مش موجودة في الاكل، وهو طبعا خامته حلوة اصلا. ده فتحي محمود. يعني انا بحب اجيب الحاجات اللي زي دي لما بلاقي حاجة كان نفسي فيها ومش قادرة اجيب الحاجة الغالية فيها، ممكن اجيب واعوض نفسي بحاجات زي كده. وبرده الحاجة زي دي تفرحني وتجدد من نفسيتي وتجدد نفسيتي يعني، وتجدد المطبخ. كمان جبت دول برضو اللي هم كده بتقدميهم، بتحطي الفنجان القهوه بتاعك كده او المج الشاي او اي حاجه، تحطي جنب منه بسكوتيه تمرايه مش كده يعني. وده برضو فتحي محمود. والغلطه اللي فيه زي ما انتم شايفين كده بتبقى غلطه بسيطه في الجنب، مش في المكان اللي بيبقى فيه الاكل. ده كان سعر الواحد منه 12.5. طبعا ده سعره غالي برضو لو هتجيبيه بس من غير زي ما انتم شايفين اللطشه البسيطه دي. فده بصوا يعني انا بجيب حاجات زي كده. ده برضو طاجن كده او صينية او اي حاجة ممكن تسميها، بس هي حرفها مش عالي شوية، بس هي برضو حلوة قوي. مقاسها حلو. دي برضو فتحي محمود، ما فيهاش اي حاجة خالص، هي بس معفرة. دي كمان الغلطة اللي فيها مش من هنا، الغلطة اللي فيها من هنا يعني زي ما انتم شايفين كده. دي الغلطة اللي فيها من هنا باينة معاكم اهي. فدي يعني غلطة ممكن تبقي شارية الحاجة اصلا غالية وبتلاقي فيها حاجة زي كده. دي كانت عاملة 60 جنيه. طبعا دي سعرها اصلا عمره ما يوصل ل60 جنيه لو هي مثلا مش هتكون في اللي هي الحاجات الدرجة التانية. الحاجات دي انا جايباها من واحد بيبيع صيني كده في سوق الحقانية. لو عايزيني اقول لكم عليه ابقى اصور لكم عنده المرة الجاية. هو مش اللي عند كوانا، مش اللي على الشارع اللي كل الناس بتصور عنده، لا ده جوه كده في السوق. حاجته يعني حنينة وفيها بيبقى فيها كلها غلطات، وانتي بقى نقي منها الحاجة اللي تبقي عايزاها. جبت كمان دول. ده بديل المسمار اللي هو بيتعلق في الحيطة، اللي هو بيبقى بلزق من هنا من ورا، بتشيلي كده وبيبقى لزق وبتعلقيه. طيب انا مش عندي حاجة عايزة اعملها دلوقتي بس هو بيتفك من هنا كده وبيتعلق عليه الحاجة كده. بصراحة انا مفيش حاجة هعلقها دلوقتي، بس انتوا عارفين الحاجات دي اول ما بتنزل كويسة، بعد شوية بتلاقيها بقت جودتها مش حلوة. فانا قلت يعني اخليهم عندي. دول 10 ب30 جنيه، مش هيخسروا ومش هيقولوا لا يعني، وال30 جنيه بيتصرفوا كده كده. فجبت منه دول 10. كمان جبت المعالق بتاعة التوابل دي كده معالق التوابل. حقيقي يعني انا بحب اعاير حتى كل التوابل وانا بعملها، ابقى بعايرها بمعلقه، مش بحب يعني احط كده اي حاجه وخلاص. فدي كويسه قوي زي ما انتم شايفين كده، ومهما كان البرطمان صغير هتلاقيها موجوده جواه. يعني انا بستعملهم في برطمانات التوابل بتاعتي، لقيت مقاسهم حلو قوي وكويسين وبيقفلوا البرطمانات. مهما كان مقاس برطمانك هتلاقي المعلقه دي تخش جوه. دول كانوا ب40 جنيه. جبت كمان البوك ده بوك كده يعني مش للاستعمال الخارجي ولا حاجة، لكن الفكرة منه عارفين احنا كلنا لما بناخد المرتب او مصروف الشهر بنبقى عايزين نقسمه في اظرف، في ورق بقى، في مش عارفة ايه، في حاجات من دي. فانا قلت ليه مش كل شهر اشتري حاجة يعني. ده كده ب15 جنيه. في مش جيب واحد، في جيبين يعني. في جيب ده اهو، وفي كمان الجيب ده اهو. فانا قلت يعني بدل الظروف، بدل الحاجات دي، ممكن نحطه فيه، نقسمه فيه المصروف، وتجيبي كذا واحد كذا لون. كل شهر مثلا تجيبي واحد تقسمي فيه مصروف الشهر بتاعك، وتبقي عارفة كل لون بتاع حاجة معينة. او لو حتى بتعرفي تخيطي وعندك الهواية ديت ممكن، وعندك قماش، بواقي قماش من حاجات فاضلة عندك، كل برضو حاجة تعمليها بالشكل ده وتشيلي فيها مصروف الشهر، هتبقى حلوة قوي وشغالة يعني الفكرة. جبت كمان السحلف ده الصغنن ده مش سحلف حقيقي طبعا، ده يعني حاجة كده زينة، بس بنتي جابتها كده للذكرى. ده ب15 جنيه. هي عجبها وهي ماشية فقالت لي عايزاه، فهتحطه على المكتب قدامها كده اي حاجة يعني. وانا ماشية كمان لقيت واحد بيبيع زرع طبيعي، فلقيت عنده النعناع الحلو ده، فجبت منه الزرعة دي ب15 جنيه. قلت انا بقى هغير لها القصرية بتاعت الزرع بتاعتها ونعتني بيها كده، وادعولي ربنا يسهل وتطرح البركة فيها وتطرح. هو وراني ان ليها جذور وريحتها حلوة قوي وحلوة كده، نعناع فريش في البيت.
فان شاء الله تطلع حلوه وكويسه. فانا بحب الزرع، بس يعني ايه الجو عندي مش بيسمح خالص، ساعات ما بعرفش الزرعه. يعني كنا جايبين ريحان من فتره قريبه يعني، بس للاسف الريحان ما طلعش. بعد ما طلع وفرع وبقى حلو قوي راح اصابه كده فطر ومات. فزعلنا، بس قلنا نعوضه بقى بالنعناع ده. وانا بحب يعني كنت بدور عليه فلقيته مع الراجل فعجبني قوي فجبته. ايه رأيكم؟ دي كده جزء من المشتريات. هنعرض معاكم بقى زينة رمضان، الحاجات اللي موجودة عندي والحاجات اللي لسه هجيبها. لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت تكوني اشتركتي من الزرار اللي تحت الفيديو ويكون عجبك الفيديو ودوستي لي لايك. ما تحرمش منك ولا من كلامك الحلو. اشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.